بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من توجيهات فخامة السيد الرئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بكافة مراحلها ومجالاتها المختلفة وصولا لرؤية مصر 2030، وعمل نص المادة 20 من الدستور المصري لعام 2014 بالتزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتطوير بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. انتهجت أكاديمية الفنون باعتبارها المؤسسة الرائدة في مجال تعليم الفنون المتعددة في مصر بل في الشرق الأوسط سياسة تطويرية لبرامجها وخططها التعليمية، وكان من ضمنها تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وتوفير التدريب المتخصص لخدمة سوق العمل في مجال الفنون وفقاً لأحدث التقنيات، بإنشاء مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية من خلال بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم الفني ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بوصفها الجهة المسؤولة عن تحديد ومتابعة معايير مستوى الأداء لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. لذا تلاقت إرادة الطرفين على تطوير مدرسة الفنون لتصبح مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الثانوية المشتركة بأكاديمية الفنون، والمدرسة تعمل بنظام يجمع بين كل من نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، نظام التعليم المزدوج، وتطبق المعايير الدولية للجودة. وقد كان إنشاء المدرسة اعتباراً من العام الدراسي 2021 وتم افتتاحها في 9/12/20 بحضور معالي وزير الثقافة ومعالي وزير التربية والتعليم ولفيف من كبار المسؤولين بالوزارتين. وتتخصص المدرسة في تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات الفنية وفقاً للتخصصات التالية: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة، تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمي والعرائس، تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية. وتكون مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، ويمنح الخريج دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات، وهي معتمدة من الطرف الأول وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة معتمدة تمنح من الطرف الثاني أكاديمية الفنون وزارة الثقافة. قصة هذه المدرسة قامت بناء على فكر ورؤية الصديق العزيز الأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق في ذلك الوقت، باعتبار هذه المدرسة احتياج وضرورة لدعم سوق العمل بكفاءات صارت شديدة الندرة ومهارات كادت أن تنقرض. فعلى سبيل المثال لا يوجد سوى خبير واحد في مصر والشرق الأوسط في فنيات تفصيل أحذية راقصي الباليه، وهي صناعة معقدة جدا ولا تحتضنها سوى ورش أكاديمية الفنون، وهذا ينطبق على كثير من الحرف الفنية التي أصبحت تعاني من ندرة المؤهلين للعمل بها، مما يشير لوجود فجوة تؤثر بالسلب على مستقبل كثير من الصناعات الثقافية في مصر. هذه المدرسة بأقسامها تهدف إلى وجود صانع محترف ومؤهل يستطيع العمل بمهارة وكفاءة خلف الكاميرات أو في كواليس العمل الفني باعتباره شريك في نجاح العمل الفني. ولقد شرفت برئاسة اللجنة التأسيسية للمدرسة منذ إنشائها، وكانت اللجنة تواصل عملها بالليل والنهار وفي فترة وجيزة لا تتجاوز 35 يوما تم افتتاح المدرسة، والآن أصبحت المدرسة واحدة من أولوياتي شخصيا، والكل يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق العديد من الأهداف. الهدف الأول تخريج أول دفعة من طلاب المدرسة، الثاني اتباع أحدث الأساليب التربوية والعملية في مجالات تخصص المدرسة بما يضمن استمرار كفاءة المدرسة التعليمية، الثالث الاتجاه بالمدرسة وخريجيها إلى سوق العمل، وبالفعل هناك العديد من الطلاب الآن يشاركون في سوق العمل. إن هذه المدرسة باختصار هي عودة الريادة والسبق للصناعات الثقافية المصرية في محيطها الإقليمي،
فمصر هي رائدة الفنون في الشرق الأوسط، وتلك المدرسة تمثل واحدة من القوى الناعمة لمصرنا الحبيبة، والله الموفق. خريج مدرسة أكاديمية الفنون ليه طريقين بعد التخرج إن شاء الله. الطريق الأولاني اللي هو بيعد أساساً من أجله وهو الانضمام لسوق العمل، وطبعاً ده عن طريق الخبرات والمهارات اللي هو اتعلمها على مدار ال3 سنوات اللي قضاهم في مدرسة أكاديمية الفنون. الطريق الثاني للطالب اللي هو المتميز وعاوز يكمل تعليمه الجامعي، إنه هو ليه حق الالتحاق بجميع الكليات التكنولوجية حسب التخصص اللي هو تخصص فيه في مدرسة أكاديمية الفنون.